اهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة المصري الاصلي. هنتكلم عن ماليندا كريم. انا كنت جايباه وقلقانة جدا ان انا اجربه، لان هو كريم زي ما هو مكتوب عليه ان هو كريم. فانا كنت دايما بستخدم الجل، المرطب بتاعي جل، علشان كنت بخاف ان الكريم يبقى تقيل على بشرتي، خصوصا ان انا بشرتي معرضة للحبوب، فكنت بخاف من الحتة دي قوي. فجبته كريم. هو برضو مكتوب عليه ان هو للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب. زي ما قلت ان انا بشرتي مختلطة معرضة للحبوب، فجبته استخدمته. اول تخوف من ماليندا كريم، زي ما قلت ان هو كان كريم، وانا كنت قلقانه من الحته دي قوي لان انا بستخدم جل على طول، فكان اول مره استخدم كريم كنت خايفه يكون تقيل على بشرتي. تاني حاجه كنت برضو قلقانه منها ان هو فيه روايح، يعني هو مش خالي من الروايح مثلا زي شان، لا هو فيه روايح، فبس مش روايح تقيله قوي، فكنت خايفه ان هي تبقى تقيله برضو. والحمد لله الكريم ما سببليش اي حبوب، بلس كمان ان الريحه ما بتزعجنيش خالص، لان هي ريحه خفيفه جدا 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 ولطيفه جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الكريم ده، في ايه هي المكونات بتاعته. زي ما هو مكتوب ان المكونات نياسيناميد، فيتامين اي، وهيالورونيك اسيد، و تي تري اويل او زيت شجرة الشاي، وبرو فيتامين بي 5 او فيتامين بي، وشيا باتر. كمان مزودين حاجة بره على العلبة اللي هي جاية فيها، مكتوب ان هو بيحتوي على اكوا كاسل ونانو هيالورونيك اسيد. هما هنا كاتبين هيالورونيك اسيد بس، لكن هي كاتبين نانو هيالورونيك اسيد. النانو هيالورونيك اسيد بتفرق عن الهيالورونيك اسيد ان النانو تبقى سهلة جدا ان هي تدخل في مسام البشرة وتمتص المية وتدخل في خلايا البشرة، فبتدينا نضارة او بتدينا ترطيب اعلى. يعني النانو هيالورونيك اسيد تبقى سهله من الهيالورونيك اسيد الجزيئات الكبيره ان هي تدخل في البشره. دي بس تقريبا اللي مكتوب. هنتكلم عن المميزات. الميزه اللي هم كاتبينها دي فعلا حقيقيه، اللي هو فعلا احساس بالشد بعد ما تستخدمي اي غسول في ساليسيليك اسيد، بتحسي ان البشره مشدوده. لما تستخدمي مرطب الاحساس ده فعلا بيروح، وده كويس موجود فعلا زي ما هم كاتبين. تاني حاجه هم كاتبينها صراحه مش يعني انا شفتها من العيوب، ان هو بيمتص بسرعه. انا كنت بستخدمه على بشرة مندية، وده اللي المفروض اي مرطب بيتم استخدامه على بشرة مندية علشان يحبس الترطيب في البشرة. فلما بستخدمه على بشرة مندية وبستخدم بعده مثلا، ببقى بحط المرطب بعده بستخدم السان سكرين بتاعي، بلاقي ان هو بيعرق بشرتي ومش بيمتص بسرعة. لان انا لما بحط ايدي على وشي بحس ان وشي لسه فيه بقايا من المرطب. مكتوب عليه انه بيتم استخدامه لما البشرة بتبقى جافة، عكس كل المرطبات اللي في الدنيا اللي بيبقى مكتوب عليها ان لازم تستخدم على بشرة مندية. مش عارفة صراحة هل عيب ان هو مش بيمتص كله، او ان بشرتي متمتصهوش كله بسبب ان انا بستخدمه على بشرة مندية ولا لا، مش عارفة. بس وظيفة المرطب بعد ما بنغسل وشنا ان هو بيحفظ المياه جوه الوش اطول فترة ممكنة. دي حاجة غريبة بالنسبة لي جدا ان احنا بنستخدم مرطب على بشرة جافة، دي حاجة غريبة. ده العيب الوحيد اللي عندي. تعالوا نشوف التكستشر بتاعته. الفتح بتاعه سهل جدا، وده القوام بتاعه طبعا كريم، بس لما بنعمل كده بيقلب جل، فهو خفيف، ودي احلى حاجة فيه. هو عيبه بس ان هو مش بيمتص، بياخد فترة لحد ما يمتص، فهو ده عيبه. وزي ما قلتلكوا ده كان الاتنين مع بعض كانوا اوفر على نون. انا بصراحة مش عارفة الاوفر ده متوفر ولا لا، بس لو عايزين تجربوا حاجة لطيفة وكويسة على البشرة وسعرها مناسب، واهم حاجة تبقى مصرية الصنع، انصحكوا ببلوبل. واتمنى من شركة ماليندا او من شركة بلوبل ان هي تحسن شوية الفورميلا بتاعة الكريم، تخليه سهل الامتصاص. بس شكرا جدا ليكم.